منو بينا ما تحب تلبس ماركة، ومنو بينا ما تحب تكون واو وشيك وتاكل الجو وهي لابسة ستايل من ماركة مثل بالنسياغا ولو حتى كوبي ومو أصلي. لكن اليوم الموضوع خطر ويمس كيان الأسر بخطوة غير مسبوقة وصدمة أخلاقية وحتى إنسانية. بالنسياغا عن دار الأزياء الفرنسية تطرح لاين جديد من ماركتها المشهورة مصممة للأطفال، وهي آخر ثلث من 2022. الملابس حملة ثيمة جنسية فاضحة وإكسسوارات إباحية على موديلات الأطفال وحتى على الدببة والأرانب مالتهم. مؤثرين وموديلات كبار بعالم الموضة رفضوا هذا التصميم المستهتر، وأبرزهم كيم كارداشيان اللي تنازلت عن هويتها كداعمة لجميع دور الأزياء مؤقتاً، ولعبت دورها كأم ل4 أطفال تخاف عليهم وعلى سلامة ميولاتهم. وردود فعل الشد من العارضة التونسية ريم السعيدي ومنى زكي وغيرهم اللي طلعوا بفيديوهات يقطعون أحذية من نفس الماركة دلالة على رفضهم طرح اللاين الجديد. هذه التصاميم أنه رفضت عالمياً، وبدليل مشاهير الغرب والعرب استنكروها واعتبرت خطوة إيجابية حتى ما تتكرر من دور أخرى وبأي صورة.